لو شركتك لسه مش بتحقق ارباح، ازاي في شارك تانك الشاركس بيحطوا لها قيمه او بيحطوا لها سعر عشان يقدروا يستثمروا او يقدروا يعرفوا الرقم اللي هم هيستثمروا فيه او اللي هم هيشاركوا فيه؟ السر في الريفينيو مالتيبلاير او الريفينيو مالتيبل او مكرر الايرادات. بالعربي هي طريقه لتقييم الشركات بناء على ايراداتها او مبيعاتها بدلا من صافي الارباح. في الشركات الناشئه اللي بتنمو بسرعه، لما بيكون الاولويه هو النمو السريع بدلا من الارباح، يعني في الاول هو مش بيبقى همه الربح، في الشركات الناشئه بيبقى همه النمو التوسع. فراحوا جايين قايلين خلاص احنا عشان نقيم شركه زي دي لسه ناشئه ما حققتش لسه ارباح، بيبقى في رقم اسمه مكرر الايرادات، ده متعارف عليه في السوق على حسب كل مجال من انواع البيزنس. ده بنضربه في اجمالي المبيعات بتاعت الشركه في السنه. يعني مثلا لو شركتك بتبيع ب 2 مليون جنيه في السنه، والمكرر بتاع الايرادات بتاع مجالك انت 4، يبقى قيمه الشركه بتاعتك 2 مليون جنيه مبيعات ضرب الريفينيو مالتيبلاير 4، يبقى قيمه الشركه 8 مليون جنيه. فلما يجي مستثمر من الشاركس بيقول ان انا مثلا هاخد 2 مليون من ال 8 مليون مقابل نسبه معينه من شركتك، يبقى هو كده عمل العمليه دي بناء على الريفينيو مالتيبلاير، عشان يقدر يدي تصور لنفسه الاستثمار بتاع شركتك او الاستثمار بتاعه هيروح على فين.